عمركم سامعين بالأمة داعية عليه؟ هذا يكون متبهذل حيل وتعبان بحياته. زين هذا شو مسوي حتى أمه تدعي عليه؟ السلام عليكم. الأب والأم نعمة عظيمة أنعمها رب العالمين علينا حتى نعيش حياة متكاملة. ما راح نحكي على فضلهم، لأن هذا الموضوع إذا حكينا به لا راح نخلصه لا بفيديو ولا بفيديوين ولا فيديوهات العالم كلها. علمتنا الحياة إنه أكبر مصيبة تصير للإنسان إنه علاقته بأمه وأبوه تكون مو زينة. هذا لا راح يتوفق ولا راح يقدر يعيش طبيعي. لذلك راح نسولف على علاقتنا بالأب والأم. بمرحلة عمرية معينة هواية من عندنا يقولون أمي وأبوي ليش يجدا يعاملوني؟ وليش دا أسمع كلامهم؟ وليش دا أسوي اللي يريدوه؟ وهذا الشخص بعدها يصير يتمرد على أمه وأبوه. ويا مكثر هذول الأشخاص بوقتنا الحالي. أريد أذكر هذول الأشخاص أنه رضا الله من رضا الوالدين. حسيتوا بعظمة الأب والأم؟ أعرض لكم الموضوع بغير طريقة. هدف حياتنا الأساسي أنه الله يرضى علينا، وهذا الهدف ما يتم إذا أمك وأبوك ما رضوا عليك. صدقني كل شيء أبوك وأمك يقولوا لك عليه هو لمصلحتك، لأن إذا تفتر الدنيا كلها ما راح تلاقي أحد يخاف عليك ويحبك بقد أمك وأبوك. أهل قبل عندهم حكايات حلوة، واحدة من هاي الحكايات إنه إذا شافوا إنسان ناجح ومتوفق بحياته راح يقولون عليه مرضي الوالدين. لازم تخلي ببالك إنه شقد ما تكبر عمرا ومكانة اجتماعية، شقد ما تحصل شهادات، شقد ما يصير عندك فلوس، راح تظل تحتاج لأمك وأبوك، لأن هذا الشيء بفطرة البني آدم. وراح نعطيك أمثلة بسيطة توعيك على هذا الشيء. كم مرة كنت خايف من دراسة أو امتحان وجدتي أمك بدعوة صغيرونة حسستك براحة الدنيا كلها؟ كم مرة كنت واقع بمشكلة وحسيت إنه الدنيا قفلت بعد وياك وماكو إلها أي حل، ويجي أبوك بكلمتين يحلك المشكلة ويطلعك من عندها؟ كم مرة كنت مريض ولقيت أمك تظل سهرانة طول الليل بس حتى تداريك؟ كم مرة شفت أبوك مقصر على نفسه حتى بس يوفر لك احتياجاتك؟ قلت لكم ببداية الحلقة إذا نحكي على فضل الأب والأم فما راح نقدر نوفيهم حقهم. وإذا ما اقتنعت بهذا الكلام روح اسأل شخص فاقد أبوه أو أمه وشوفه شنو دا يحس، وشلون يتمنى يرجع الوقت بس حتى يعيش وياهم دقائق، حتى يسمع صوتهم أو يشوف ضحكتهم أو يسمع دعوة من عندهم. ما دا أحكي هذا الكلام حتى أقهركم، بس صدقوني أكو هواية من عندنا ما حاسين بقيمة الأب والأم، ولازم يتغير هذا الشيء. إن شاء الله تكون هالحلقة دعوة وتذكير إلنا كلنا حتى نحسن علاقتنا بأبونا وأمنا. لا حد يخلي أي حاجز بين أبوه وأمه، خليهم أقرب الناس إلك، لأن كل اللي أنت بيه من نعمة بفضل رب العالمين ثم بفضل أبوك وأمك. شوفكم الحلقة الجاية.